السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، يا رب الفيديو ده ينال اعجابكم. يا حبايبي لسه منضفه لهم دلوقتي، نضفت لهم اهو من كل الطيور يا حبايبي، وكنست كمان حواليا كده في الارض عشان بصراحه التبن بيغرق الدنيا. ما كويسين النهارده اهو يا حبايبي، انتوا بقى اللي تلاحظوا بيكبروا ولا ايه؟ انا مش مكبره الصوره اهي كده، كبرتها كده الطبيعي. النهارده خامس يوم يا حبايب قلبي، غيرت لهم الميه وما كده خلصوا العلاج عشان هم عدد كبير، خلصوه امبارح كمان، يعني كانت اخر حاجه خدوها كانت امبارح اخر النهار. زي الفل ده اللي بقول لكم، صغنن كده وعرقان دايما. ما بقوا 9 يا حبايب قلبي عشان مات واحد، يعني ده ضعيف شويه وده يعني مش عارفه، بس ده حلو طبعا عن ده بصوا فصوص سرده كده، او عارفه دول اهوت الاكل قدامهم، الميه نضيفه قدامهم باستمرار، وانا واخده بالي منهم وبنضف لهم مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل يا حبايبي، باتوا على نضيف، فاول ما اقوم الصبح هنضف لهم. تعالوا بقى في خبر مش حلو، بس انا عارفه ان انتوا زهقتوا وما بتحبوش الاخبار الوحشه، بس انتوا عارفين ان انا دايما بقول لكم كل حاجه، توقعاتي في محلها. ولسه يا حبايبي لقيت ديت خلاص ماتت اهي. انا قلت لكم بصوا يعني خش جوه، خش جوه، تقع هتنفجر، خش جوه، ربنا يستر. دي اهي يا حبايبي، انا هرميها طبعا، بس انا قلت اوريها لكم الاول. واعتقد دي كمان هتموت، اعتقد يعني دي كمان هاجي بكره لاهميتها. يا رب بس دي تبقى كويسه حبايبي. في بطايه كمان، هي فين؟ تعالي اهي، هو في 3 كده هم ديت كمان، بس يعني مش عارفه مفيش اسهال عندها، بس دي كمان عزكم الله. بصوا تحسوا حسبي خش جوه، بحس انه في ايه اسهال كده عندها ومفيش نشاط، عارفه اعزلها ولا ايه؟ في حته الحمام. انا والله العظيم يا حبايبي بصوا قاعده كده انضف بالنهار وبالليل، حتى لو الفرشه مش مستدعيه التنظيف قوي بنضف لهم. الكاميرا يا حبايبي انا هنضفها بس عشان تقفوا تشوفوا كويس. والله العظيم يا حبايبي ما عاد عندي كلام اقوله. يا ستي بقى انت بتعملي في ايه بس؟ قمت الصبح فطرت وجيت طلعت، يعني بصراحه اتنكد عليا. بصوا دي هتموت يا حبايبي، عارفه اطلعها ولا انا مستحرمه، بس اطلعها في الساقعه لوحدها. الفراخ يعني حاسه الفراخ احسن بعد الدفا، رغم وجود البط معاهم، بس بياكلوا وفي نشاط يعني رغم وجود البط معاهم بياكلوا وفي نشاط. شايفين الكتاكيت البلدي ما شاء الله، شايفين المدوره دي الحويصله واكله وشبعانه، كل الفراخ واكله وشبعانه زي الفل. انا مكمن الفراخ البلدي بيكبروا بالبطيء كده، بس ده اصغر كتكوت يا حبايبي، مش جناحه طالع اهو، بس هو اصغر كتكوت عندي. نمسك حاجه زي كده، ده كبير عنه شويه. تعالوا شايفين ده اللي كان تايجر، كان جسمه كله تايجر، شكله اتغير اهو، بيكبر وبيفرد ما شاء الله. يا رب كده يطعمني منهم، والفراخ البلدي ما يحصل لهمش حاجه، ولو كانت حاجه هتحصل تانية تبقى للبطه دي وخلاص على كده، لان هي مفيش منها رجا حتى. يعني اجيب لهم علاج ايه يا حبايبي؟ اروح اقول للدكتور ايه؟ الست اللي جابت لي الطيور ديت يا حبايبي ست غلبانه بتسترزق، فاهميني؟ يعني هي صراحه غلبانه. يعني انا قلت انا هجيب بايه، والله العظيم يا جماعه سبحان الله، على نواياكم ترزقون، وانا كانت نيتي سليمه جدا يعني. فده لو حصل حاجه زي كده فده خير، يعني والله خير ان شاء الله، ده خير ليا، مش حاجه وحشه يعني. مش يا ريت مصايب الدنيا كلها في حاجات شبه كده. انا بس عايزه اقول لكم الفكره، ان انا سبحان الله كانت نيتي ازاي. يعني انا لما رحت جبت منها الطيور دي، انتوا عارفين ان انا رحت لدكتور بيطري قبل كده ومات فراخ مني واداني الحاجه سعرها غالي، وما ادانيش البط مسكوفي اصلي، فهو خدعني. فانا قلت يعني هي، يعني هو الشيخ البعيد سره باتع. طب والله ما جايبه من الست دي، كنت جبت منها قبل كده
فراخ بيضه، وكنت جبت منها قبل كده حاجات ادويه، فقلت هستولاها. ده انا هجيب يعني تقريبا ب1000 جنيه طيور، لو هتكسب في كل طيره 2 جنيه حتى هي اولى، انا راضيه. فكانت نيتي كده يا حبايبي، فجبت منها بقى. ومش هروح لدكاتره بيطريين والله العظيم يا حبايبي، وكنت هقول الكلام ده، بس انا بقول لكم ليه. انا كانت نيتي خير والله، قلت هي تكسب مني احلى ما حد غريب يكسب، وبيبقوا بيضحكوا علينا كمان، يعملوا لنا الشهره بتاعتهم واللي هم في خبره واللي هم فاهمين وجربنا وعرفنا. فانا لما جبت منها قسما بالله كان نيتي خير، ان انا اساعدها هي، يعني هي اولى، حتى لو يعني هتضحك عليا او مثلا هتسترزق من ورايا هي اولى. انا كنت ممكن اروح معمل واروح هنا واروح هنا بس انا قلت خليها تجيبهم لي يعني. يلا الله المستعان، هو خير برضو في الاول وفي الاخر. هخرجها بقى البطه دي بره اهي، هو خير في الاول وفي الاخر. ادعوا لي ربنا يسترها معايا في دول، ولو البطه دي ماتت كمان يبقى مقطوع منها نصيب، وهي يعني شكلها يعني مش هتكمل كبرها بكره. اهو زي الفل. الفراخ هي اللي بقى صحتها احسن، البلدي بعد ما جبت لهم تدفئه هنا وبقى احسن. وطبعا دول اهم زي الفل يعني، بس طبعا هم اتبهدلوا يعني، الفراخ دي اتبهدلت مش هقول لكم لا. اقفل عليهم بقى عشان التدفئه. بس كنت جايبه يوسفايه اكلها، نفسي اتسدت والله، نفسي اتسدت يا حبايبي. الله المستعان. بصوا كنت نظفت كده حواليا اهو الزغليلات يا حبايبي، ما شاء الله اخر التطورات بتاعتهم. مش بصور لكم، عايزه اجيب هنا طوبه لان انا ايه خدتها للسقايه بتاعت ما شاء الله شايفين ما شاء الله. مش عارفه هما كانين هنا ليه مش بينتشروا كده في الاوضه ليه زي التانيين اهو ما شاء الله. ده راقد اهو، دي على قوشك هنا ان شاء الله انها تبيض، وهنا باذن الله خلاص قربوا. خلاص يا حبايبي ادعوا لي ربنا يسترها معايا. انا شايفه ان كده حلو، التدفئه حلوه يا حبايبي. اما بيبقى الجو برد قوي بالليل بمسك دي كده واغطي نص السلك. هبعمل بقى بقماشه تانية هنا بس عشان الاحتباس الحراري يا حبايبي. الحاجه لما يا حبايبي بتعرق ما بتكبرش. هو ده الدفى مهم وكل حاجه وانا فاهمه كده كويس، بس يبقى صح. مش انا قلت لكم ان دي معادله صعبه انا مش عارفه حلها لحد دلوقتي. ان شاء الله مع التجارب باذن الله. الحمام قاعد هنا وحاجه تطير، لو حاجه طارت والله ما هاخد بالي منها. مكان غسل السقايات يا حبايبي، بيشربوا في الميه بتاعت الطيور زي الفل يا حبايبي. الطيور اكلت الوجبه بتاعتها. بصوا شويه هم اكلوا زي الفل. هوريكم البيض، احنا لسه بقى قوموا كده ان شاء الله لسه 4. دي راقده لي على طول كده، معرفش بتقعد باليومين راقده وبعد كده الاقي عليها بيضه وبعد كده تبيضها، مش عارفه في ايه، مش عارفه في ايه يا حبايبي. البيض بقى يا حبايبي مش بعمل لكم فيديوهات جمع بيض، مره الاقي 9، مره الاقي 8، مره الاقي 7، مره 5، مره 4. والله بكلمكم بجد، مش نفس المعدل كل يوم. حبيب قلبي وصل لكم الفيديو اكتر من كده. اللي شايف اي ملاحظه يقول لي، اللي شايف اي ملاحظه يقول لي يا حبايبي. طبعا ما بفصلش النور عليهم خالص، اليومين دول في انتخابات يا حبايبي، النور ما بيقطعش، ما قطعش امبارح خالص، بيقولوا النهارده وبكره لسه مش هيقطع. فدي حاجه حلوه. الفراخ كده هم لسه صغيرين. ما تنسوش الساعتين بتوع قطعان النور ده بيأثر، اكيد بيتأثر. وانا بربي في اصعب الفترات، في غلو علف، في غلو طيور، في جو يعني جو برد، النور بيقطع ساعتين. يعني انا بواجه صعوبات وتحديات يعني عشان اعرف اربي. بحط دي في الحسبان يا حبايبي، واللي ربنا عايزه هيكون. دعواتكم ليا بصلاح الحال. بحبكم كلكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.